السلام عليكم. في الجزء الثاني من تغطيتنا لافتتاح المقارة الرئيسية لجبل القارة. احنا الآن في اللحظات الأولى للفترة المسائية. نلاحظ بداية توافد السياح لزيارة المقارة. احنا لازلنا في بداية مثل ما قلت الفترة المسائية لاستقبال الزوار. حيرافقنا في الجولة هذه الجميل الحبيب أخونا هذا إن شاء الله راح يكون مرافقنا في جولتنا. حياك الله حبيبي. صورناها البارح، ومثل ما قلنا يا اخوان قبل شوي احنا قاعدين نصور في بداية الفترة. مع مرور الوقت راح يزداد اكيد عدد الحضور. شفيع البارح وتحكي جانب من ارض الحضارات من خلال مصادر دينية وتاريخية معتمد. هذه نماذج من الأختام اللي كانت مستخدمة في الحضارات السابقة، موجود عندنا نماذج منها صغار وكبار موجودين معانا اليوم. اللي صورنا هذا جزء من المسرح اللي صورناه البارح. نشوف الآن المسرح في فترة النهار وضعه وشكله وحجمه. هذا مثل ما انتم شايفين المسرح، وهو أحد 4 مسارح موجودة في المشروع، مشروع أرض الحضارات. نذكر أن المشروع مفتوح جزئيا فقط المقارة، ولأيام محدودة هي أيام العيد. الدخول برسوم رمزية 25 ريال، مثل ما قلنا ب 25 ريال للبالغين، والأطفال دون 5 سنوات مجانا. خلينا نشوف المقارة الآن. صور معنا. عندنا الآن متجهين إلى المدخل الرئيسي للمقارة الرئيسية لجبل القارة. خلكم معاي. تم تشذيب بعض الصخور حتى تكون بشكل جميل أكثر وبشكل آمن أكثر. هذا الآن متجهين للمدخل. هذه بعض اللوحات عن المقاور، خريطة المقاور الرئيسية. هذا المدخل الرئيسي للمقارة. تواجد عدد من السياح من وقت مبكر. مثل ما قلنا البارح حركة القارات خلال الأزمنة الجيولوجية القديمة. هذه في المقار المدخل. هذا المدخل الرئيسي للقناة. حسب إفادة الأخوة المنظمين أن الحركة كانت يوم الصباح حركة كثيفة وعالية جدا، خصوصا من قبل. الهواء هنا جميل، إذا دخلت المغارة ما تتمنى أنك تطلع منها. شوفوا السياح وكثافة عدد السياح. كله مسلم. هذا مثل ما انتم شايفين، هذه جانب من المقارة الرئيسية. السواح مبسوطين جدا، وصراحة العدد جميل من الجنسين ومن مختلف الجنسيات. هذه الساعة توثق درجة الحرارة الآن في المقارة 26، بينما في الخارج ممكن تتجاوز حتى 40 أو 45 من غير مبالغة. نكرر فترة افتتاح المقارة من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن الساعة 3:30 حتى 10:30 مساء. والمقارة مفتوحة لمدة 4 أيام بدءا من اليوم فقط أمام الجمهور. ونذكر أن الافتتاح أو أن الدخول هنا بسعر رمزي 25 ريال، والأطفال دون 5 سنوات مجانا. المناظر الجميلة جدا والتكلفة العالية لهذا المشروع، لنأمل من الجميع المساهمة في المحافظة عليه وعلى مرافقه وخدماته. كلنا أمل أن يساهم الجميع في الحفاظ على نظافة المكان، نظافة الصخور، الأنوار، المرافق. طبعا الموقع مزود بكاميرات مراقبة وسماعات، يعني مراقبة تامة وكاملة.
لفت انتباهنا هذه الصخرة، هي تقفل المقارة، ما ادري كيف هبوطها ونزولها الى هذا المكان. في مغارة في الخلف ما نقدر نتجاوزها. شلون تتضبط بعدين. انا دخلت دقيقة بس خليه يخلص التصوير. هذا شوفوا شلون التكوينات الجميلة جدا للمغارة. هذا شوفوا شلون عندنا ناس حلوين هنا قاعدين زايرين. السلام عليكم. هذه درجة الحرارة في المغارة، يمكن صورناها في سناب سابق لكن لا يمنع درجة الحرارة الآن 26. أؤكد على ضرورة المحافظة على النظافة وعلى الأشياء اللي وضعت لنا هنا، نظافة الصخور، نظافة الأرضيات، التعاون مع الجهة أو الشركة القائمة على هذا المشروع على المحافظة عليه. يعني والله أشياء جميلة جدا، أتمنى تزوروها وتشوفوها. هذه من المغارات العجيبة الغريبة داخل الجبل، نسبة أو البرودة فيها تختلف سبحان الله عن الجبل. هذا باقي إلى الآن دخول صعب. من هذه مغارة دخلتها استثنائيا، باقي ما أجريت عليها أعمال التعديلات، ما بعد تستكمل، بس الجو جميل والبرودة جميلة هنا. الأرضية أيضا لم ترصف، بقايا أثر الأمطار والسيول، جميلة جدا صراحة. الدخول صعب لها على فكرة. طبعا احنا ما ننصح الدخول في مثل هذه الأماكن لأنها غير معدة وغير مرتبة، يعني يفضل أن نكون موجودين في الأماكن اللي تم إعدادها مثل هذه الأماكن. لو انه يحافظون على النظافة وعلى الأنوار. طبعا نذكر أن المكان مراقب بالكاميرات، ونتمنى لذلك المساعدة في المحافظة. مثل ما انتم شايفين السواح ما شاء الله متواجدين يعني بأعداد كبيرة صراحة. شوف المناظر الجميلة فوق، اللي بيدخل لازم يطالع فوق لا يطالع بس قدام، لأن صراحة كل أركان الجبل جميلة. خيال والله يا جماعة، خيال. أنصحكم أنكم تجوا تزورون وتتفرجون وتشوفون من أنفسكم على الجمال. مثل ما قلنا هي فترة مؤقتة لمدة 4 أيام فقط، بعد ذلك راح يغلق المشروع ويفتتح بعد اكتماله. هذا البروجيكتور هو ضمن عدة أجهزة بروجيكتور مركبة في أركان مختلفة من المغارة من أجل عرض بعض المواد التاريخية والحضارية. سوف يتم تركيب لوحات وشاشات خاصة تعرض من خلالها بعض المواد للجمهور تتكلم عن المشروع. مرة ثانية نأكد على ضرورة المحافظة على المكان ونظافته ومرافقه والتعاون مع الشركة المديرة للمشروع. نتمنى من الجميع أنهم يكونون على قدر المسؤولية. صراحة هذا المشروع دفع فيه مبالغ كبيرة وبذل فيه جهد كبير، ويستحق أن كلنا نحافظ عليه. أيضا نكرر الدعوة لزيارة هذا المشروع، ما قدامكم إلا 4 يوم، بدأت من اليوم فترة صباحية وفترة مسائية، راح نعيد الوقت الآن. الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن الساعة 3:30 حتى 10 ليلا. استغلوها. الدخول بمبلغ 25 ريال. هذا عندنا زوار حلوين بعدها جايينها. زورون، حياكم الله. الله يحييك. حياكم، شرفتونا. شرفنا بمعرفتك. الله يعزكم حبايبي. شوف الناس فرحانة، السواح والزوار والمواطنين اللي نتوقع إن شاء الله أن المكان يشهد كثافة عددية في الساعات القادمة. السواح من مختلف الجنسيات، من الجنسين، يزورونا اليوم معانا موجودين في هذا المشروع السياحي الجميل. نحن الآن على مشارف البوابة مستعد للخروج. أتمنى أنكم استمتعتوا بما شاهدتموه في الداخل وتبادروا بزيارة المشروع سريعا. هذا هي عندنا المغارة وعندنا السواح والزوار مبسوطين في كل مكان. هذه الغرفة اللي قدامنا هي غرفة التحكم للصوتيات وللإضاءة ولأشياء كثيرة جدا في داخل المغارة. عند اكتمال المشروع راح يكون هناك شيء مختلف فعلا، راح يكون الجبل والمشروع إن شاء الله أعجوبة من الأعاجيب الحلوة الجميلة اللي تستحق الزيارة له.
شوف تم تجميل السماعات بأشكال حجرية جميلة جدا، سماعات موزعة على أركان المشروع. جماعة مبسوطين ما شاء الله عليه. شوف المسرح اللي كنا قبل شوي، أعداد السواح زاد بعدد كبير جدا. شوف شلون هذه اللي تكلمنا عليها البارح، مصارف المياه موجودة في داخل المغارة وعلى جوانبها، بحيث أن المياه والسيول تطلع بسهولة ويسر من المغارة. تزايد أعداد السواح أكثر مما كانوا قبل شوي لما بدينا التصوير. قلنا الدخول بسعر رمزي 25 ريال للبالغين ومجانا لما دون 5000. جميل جدا. شوفوا عدد السواح اللي قاعد يتزايد أعدادهم الآن. شوفوا ازدحام السيارات أيضا معانا، تزايد أعداد الزوار. شوفوا كثافة السيارات، وعلى فكرة لا زال الوقت أيضا مبكر. شوفوا نخيل الأحساء الجميلة. هذا أيضا الركن الآخر أو الجانب الآخر من المشروع، وهذا المقهى جميل جدا. الجبل راح نصور الآن حاجة ما شفتوها البارح، راح تشوفوها معانا. استمروا واصلوا معانا وشوفوا حاجة ما شفتوها البارح. من أجمل الحاجات في المشروع هذا توظيف عدد كبير جدا من الشباب السعوديين، نسبة كبيرة جدا، وإذا جيتوا راح تلمسوا وتشوفوا هذا الشيء، شيء جميل. الصالات داخلية ممكن تستفاد منها في بعض الفعاليات والمناسبات والحفلات في الطابق العلوي للمشروع. هذا أيضا جانب آخر من المشروع، ولا زال مرافقنا الجميل معانا. يقول الشمس ذابحته، يقول غيرت البوية. يقول راح ننزل الآن نصور هذا القسم مغلق أمام الزوار، في حاجات جميلة جدا راح نوريكم إياها. تابعونا في السنابات الجاية. احنا الآن في المقهى إن شاء الله راح ندخل الآن نصور في الجزء اللي قلنا لكم عليه قبل شوي. هذا القسم الخارجي من المقهى. قلنا أن المسافة بين الخطوتين 15 متر قبل شوي، تقريبا أكثر من 19 خطوة بلي أنا الآن. هذا هو الحجم الطبيعي لقدم نبي الله آدم عليه السلام، وأنا الآن عند أحد أصابع هذه القدم. شوفوا الفرق بيني أنا، كل ما أجي صبع واحد. هذا المجسم جميل جدا، يمثل ألوان البشر اللي موجودة الآن على الأرض، اللي خلقها الله سبحانه وتعالى 4 ألوان، وهذا 2 وهذا 3 وهذا 4. هذه الألوان الأربعة الرئيسية لألوان البشر. وهذه شجرة نبي الله آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام. هذا ابناء آدم إلى نوح. هذا مجسم مثل ما قلنا قبل شوي لسفينة نوح. هذا مجسم لسفينة نوح. وهذه الحروف اللي كانت مستخدمة في شبه جزيرة العرب بأشكالها وأنواعها المختلفة، وانتهاء بحرف النون اللي يمثل اللغة العربية. هذا مجسم يرمز إلى أن أهالي الأحساء في الزمن القديم قبل آلاف السنين كانوا ينقلون موتاهم بواسطة السفن ولتدفن في البحرين لاعتقادات خاصة حرفت إلى هجر فيما بعد. وهذه خريطة قديمة للأحساء من مصدر تاريخي قديم موجودة. مثل ما قلنا هذه تمثل معجزات نبي الله موسى، الحيات والحبال والعصا والتابوت والمهد، وهذه تمثل نخلة السيدة مريم عليه السلام. إذن هذه عصا موسى، وهذه الحبال، وهذه الأفاعي، هذا التابوت، هذه تتكلم عن قصة الطوفان من وثيقة سومرية عثر عليها في أحد الأماكن عن الطوفان. الكعبة الشريفة، هذا مجسم الكعبة، وهذا تتكلم عن بعض المعلومات عن ذلك. هذا الجزء طبعا لم يفتح أمام الجمهور حتى الآن لعدم اكتماله. إن شاء الله إذا اكتمل المشروع راح تتاح لكم فرصة زيارة هذا الجزء من المشروع. هذه منحوتة جميلة عن الغوص في الخليج العربي في قبل مئات السنين. لاحظنا اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عمل ممرات وأشياء تسهل عليهم عملية الحركة والتنقل في المشروع. هذا المسرح الثالث، قلنا في 4 مسارح في المشروع. هذا المسرح الثالث، هذا المسرح الثالث.
راح يتم تأجيرها وعرضها أمام المستثمرين. في أيضا في الخلفية هناك أيضا مجموعة أخرى من المحلات، أيضا شاشة عرض، وفي واحدة هناك شفناها قبل شوي. وهذا هو المسرح الرئيسي أو أكبر المسارح الأربعة. إذن هذا هو المسرح الأساسي أو الرئيسي أو أكبر المسارح الأربعة اللي موجودة في المشروع. هذا هو المشروع. هناك دورات مياه، هناك كوفي شوب، هناك مصلى، يعني موفر الضروريات للسواح في الفترة الحالية. خدمة مميزة وراقية في كوفي شوب الملحق بالمشروع. هذا جانب آخر من المشروع، شوف خليكم معاي. مثل ما نوهنا أكثر من مرة، المشروع إلى الآن لم يكتمل، هو مفتوح جزئيا فقط أمام الجمهور، تحديدا المغارة والكافي شوب. هذا مثل ما انتم شايفين كثير جدا من السواح والوافدين موجودين هنا. استغلوا الفرصة زيارة المشروع. أمامكم 4 أيام فقط، بدأت من اليوم. نكرر، نتمنى المحافظة على المرافق والخدمات الموجودة هنا، عدم رمي الأوساخ. نذكر مرة أخرى أن الدخول هنا برسوم 25 ريال فقط للبالغين، ودون 5 سنوات مجانا. طولنا عليكم اليوم، اعذرونا. نشوفكم على خير، كل عام وانتم بخير. جعفر السلطان سناب خبركم، نمسيكم بالخير. السلام عليكم.